يسعد صباحكم من جديد مستمعي ومشاهدي إذاعة بوير اف ام بفقرتنا الحوارية من برنامج عطر الصباح. رح نتحدث عن مشكلة هامة حيث تعاني مجموعة قرى في ريفة الحميس جنوب مدينة الحسكة من عدم توفر مياه الشرب لديهم، إضافة إلى عدم توافر الآبار المائية أيضا، مما يزيد من معاناة أهالي هذه القرى. للحديث حول هذا الموضوع معنا حسين الأحمد، الرئاسة المشتركة لبلدية الحميس، معنا عبر الهاتف. يسعد صباحك أستاذ حسين. يسعد صباحك وصباح المستمعين. صباحك يا رب. بداية نتحدث أستاذ حسين عن مشكلة أزمة مياه الشرب وانقطاعها عن ريف تل حميس. منذ متى بدأت هذه الأزمة وما هي أسبابها؟ طبعا مشكلة مياه الشرب في منطقة الحميس طبعا تكمن في المناطق الجنوبية من ريف الحميس. نعم. طبعا هاي المشكلة موجودة منذ نشأة هذه القرى، باعتبار انه هالمنطقة الجنوبية لا غير متوفر فيها من مياه الشرب بشكل عام. ما هي الأسباب عدم توفر مياه الشرب يعني؟ طبعا لعدم وجود المياه الصالحة للشرب. طبعا تم حفر العديد من الآبار في المنطقة. بعد الحفر والتجربة تبين أنها غير صالحة للشرب، مما اضطر إلى إغلاقها بعد عمليات الحفر. مياه آبار تلك المنطقة الجنوبية من تل حميس مياه آبارها غير صالحة للشرب. نعم بالضبط، غير صالحة للشرب. تم تجربة العديد من الآبار في عهد الإدارة الذاتية وما قبل الأحداث لم يتم استخراج أي مياه صالحة للشرب في هذه المنطقة. كم يبلغ عدد القرى أستاذ حسين التي لا يتوفر فيها المياه حاليا؟ طبعا القرى هي موزعة على 3 خطوط أو 3 بلدات. بلدة أبو جرن، بلدة عكاظ، بلدة جزعة. طبعا الريف الجنوبي من هذه البلدات. طبعا القرى يزيد على أكثر من 75 قرية هي لا يوجد فيها مياه صالحة للشرب. 75 قرية لا يوجد فيها مياه حاليا. حاليا لا يوجد فيها مياه. بالإضافة إلى خط طفيحيين كمان، يعني أكثر من 35 قرية لا يتوفر فيها مياه صالحة للشرب. أستاذ حسين، يعني هلأ من أين يتم تأمين مياه الشرب لهذه المجموعة الكبيرة من القرى التي يعانون من العطش الشديد؟ طبعا في الآونة الأخيرة تم عن طريق البلدية في الحميس. تم استحداث محطة بلقيس مع توسيع المحطة. طبعا تم استدراك هذه المشكلة. طبعا تم تغطية أكثر من 17 قرية من هذه القرى في الريف الجنوبي محاذي للخط السياسي. تم توسيع هذه المحطة تقريبا بتكلفة $1,500,000، يعني قبل 2 أو 3 سنين. بالوقت الحالي نحن نعمل على تأمين المياه لهذه القرى عن طريق الصهاريج، عن طريق الصهاريج، نقل الصهاريج. طبعا صهاريج البلدية الحميس طبعا في عن طريق الصهاريج البلدية أو عن طريق التعاقد بين البلدية وصهاريج مدنية. طبعا نقوم بتأمين المياه المازوت المدعوم لهذه الصهاريج اللي يتم تعبئة المياه للأهالي بسعر تكلفة أقل يعني. إذن مشكلة انقطاع المياه عن تلك القرى لا زالت غير محلولة، يعني لا زالت هناك غير، يعني نسبة الحل المشكلة لا زالت قليلة. طبعا نحن البلدية عم نجهز دراسة لحل هذه المشكلة. طبعا بإنشاء محطة طبعا في المناطق الموجود فيها المياه الحلوة، وتم توصيل المياه عن طريق الأنابيب لهذه القرى. لا زالت قيد الدراسة؟ لا، قيد الدراسة طبعا. تمام. أستاذ حسين، كنا عم نتحدث عن كيفية تأمين مياه الشرب لتلك القرى. تحدث عن توزيع لصهاريج في تلك القرى. هل تلك الصهاريج يتم توزيعها على تلك القرى بشكل مجاني؟
لا، ليس بشكل مجاني. طبعا بأسعار منخفضة. نحن كبلدية نقوم بتقديم المازوت المدعوم بهذه الصهاريج بسعر منخفض، يعني أقل من السوق الحرة بكثير. بالإضافة يقوم صاحب الصهريج بتعبئة المياه في المنازل بسعر أقل يعني. تحدثت عن تحدثت عن دراسة قيد لحل المشكلة، هي لا زالت قيد الدراسة. إن تم إنشاء هذا المشروع وهذه الدراسة على أرض الواقع، هل سيكون الأمر حل لكل المشكلة أم ستكون جذري أو نسبة محددة من المشكلة سيتم حلها وتوفر المياه لتلك القرى؟ طبعا نحن كإدارة ذاتية وكبلدية الشعب في الخميس منذ نشأة البلدية بصدد حل مشكلة المياه بشكل جذري يعني. ومشكلة المياه هي من الأولويات ضمن مشاريع الإدارة الذاتية أو البلدية في ناحية الخميس. طبعا نحن في عندنا دراسة قيد يعني راح تكون من الأولويات في تنفيذها هو توصيل إيصال مياه الشرب إلى جميع هذه القرى بشكل مجاني عن طريق الأنابيب أو عن طريق استحداث محطات تأمين مياه الشرب لهذه القرى. تحويل المياه من المحطات المتوفرة فيها المياه لتلك القرى. هل هناك تكلفة تقديرية لهذا المشروع تم وضعها لديكم؟ طبعا نحن في وقت سابق استحدثنا محطة بلقيس. طبعا قمنا بتوسيع المحطة. يعني التكلفة كانت ما يقارب $1,500,000. طبعا نحن هالدراسة هاي حاطينها لأن القرى اللي بحاجة إلى المياه تبعد يعني أكثر من 7 كيلومتر عن أقرب منطقة يوجد فيها المياه الحلوة، فراح تكون التكلفة يعني مرتفعة نوعا. نتحدث أيضا عن استئناف العمل بمحطة كهرباء الحميس. كم من الوقت توقف عمل ورش الصيانة أستاذ حسين؟ طبعا هذه المحطة هي المحطة الثانية أو في الحميس. يوجد محطة الأساسية والمركزية. هذه المحطة توقفت عن العمل منذ دخول المجموعات المسلحة إلى الحميس والمناطق والريف الحميس. طبعا بعد تحرير المنطقة المحطة هي واقفة عن العمل إلى تاريخ إلى هذه الفترة. طبعا قامت هيئة الطاقة بالتعاون مع البلدية بإعادة العمل أو استئناف العمل بهذه المحطة. الآن يتم تجهيزها أو يتم عمليات الصيانة للمحطة الكهرباء في الحميس. محطة كهرباء الحميس، كم مشترك يستفيد من الطاقة الكهربائية من هذه المحطة؟ طبعا في حال عمل المحطة سوف توفر الكثير من العناء على عمال الصيانة، باعتبار منطقة الحميس كانت تأخذ الكهرباء من محطة طويل تبعد يعني أكثر من 20 كيلومتر عن منطقة الحميس. طبعا في حال عمل المحطة واستئناف عملها سوف تزود أكثر من 360 قرية في منطقة الحميس، بالإضافة إلى 5 محطات مياه موجودة في منطقة الحميس. مشاريعكم الخدمية أستاذ حسين بخصوص منطقة الحميس وأريافها؟ طبعا نحن كبلدية لدينا مشاريع ضمن خطة 2024 ميزانية 2024. يوجد مشروع صرف صحي ضمن مدينة الحميس بتكلفة $100,000. هذا راح ننفذه داخل ضمن المدينة في الأيام القليلة القادمة. سوف نبدأ بالعمل في هذا المشروع لاستدراك أو حل جزء من مشكلة الصرف الصحي ضمن المدينة. بالإضافة يوجد لدينا مشاريع توسيع شبكات مياه ضمن الكومينات والقرى. طبعا عدد هالمشاريع 9 مشاريع. 9 مشاريع. بالإضافة إلى قيام 9 مشاريع. بالإضافة إلى قيامنا بتنفيذ مشاريع بقايا مقالة، طبعا توصيل القرى المقطوعة عن الخط الرئيسي في فصل الشتاء. كلمة أخيرة إذا حابب تضيف تفضل. طبعا نحن كبلدية الشعب في مدينة الحميس سوف نعمل بشكل مستمر على حل جميع المشاكل بغض النظر كانت إذا كانت مياه أو مشاريع صرف صحي أو غيرها. نحاول أنه تقديم خدمات أفضل للأهالي للشعب في منطقة الحميس، بالإضافة إلى الوصول إلى أعلى المستويات أو
في المنطقة. نعم، يعطيكم ألف عافية أستاذ حسين الأحمد، الرئاسة المشتركة لبلدية الحميس. تحدثنا عن مشكلتي انقطاع أو عدم توفر مياه الشرب وانقطاع الكهرباء عن قرى الحميس. يعطيك ألف عافية وكتير شكر لحضرتك.